هل اللي عمله البنك المركزي المصري خطوة محسوبة ولا خوف من هروب الأموال الساخنة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 360. يوم الخميس حصل قرار مهم جدا، قرار الناس كلها كانت مستنية النتيجة بتاعته، بس اللي حصل ما كانش على هوا أغلب التوقعات. البنك المركزي المصري خرج بقرار مفاجئ في اجتماع لجنة السياسة النقدية بتخفيض الفايدة. بس السؤال مش خفض قد ايه، السؤال هنا ليه خفض الفايدة؟ وليه ما اخدش القرار الاكبر اللي السوق كان متوقعه؟ وازاي القرار ده ممكن يأثر على سعر الدولار وسعر الجنيه والاستثمارات والاموال الساخنة وعلاقة مصر بصندوق النكد الدولي؟ النهاردة بقى أنا مش جاي أقول لك خبر ما كل الناس عرفته. إيه الجديد؟ أنا النهاردة هفك لك المشهد ده حتة حتة، وهقول لك إيه اللي ورا القرار ده. عاوز تعرف؟ هقول لك، بس علشان أقول لك لو أول مرة بتشوفني ما تنساش إنك تدعمني باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، لأن طبعا ده بيدعمنا كتير جدا إن إحنا نكمل في محتوى أقوى وحصري. وزي ما عودتك كل فيديو قهوتك الحلوة حصلني. ايه اللي حصل بالظبط؟ البنك المركزي قرر فجأة كده ان هو يخفض سعر الفايدة 100 نقطة اساس، يعني 1%، ويبقى سعر الايداع 19% والاقراض 20%. طب فين المفاجأة بقى؟ المفاجأة حضرتك ان اغلب المحللين الاقتصاديين كانوا متوقعين خفض اكبر، يعني من 1.5% ل 2%. يعني السوق كان متوقع من 150 ل 200 نقطة أساس، لكن اللي حصل كان أقل من المتوقع، ودي مش صدفة. ركز معايا في الكلام إن اللي حصل ده مش صدفة. ليه بقى البنك المركزي المصري ما خدش خطوة أكبر؟ خلينا أكون واضح معاك كده. خفض الفايدة ده قرار سياسي اقتصادي حساس جدا. نعم بالظبط زي ما قلت لك كده، إن القرار ده قرار سياسي اقتصادي من الدرجة الأولى، لأن الفايدة المرتفعة جدا معناها جذب أموال ساخنة، دعم العملة، لكن هيبقى عبء ضخم كبير جدا على الموازنة العامة المصرية. يعني كل 1% زيادة في الفايدة من 15 ل 20 مليار أعباء إضافية على الموازنة. يعني القرار ده مش متعلق بس بالسوق، ده متعلق كمان بعجز الموازنة والدين العام. ولو كان خفض 2% مرة واحدة، عندك بقى بسم الله الرحمن الرحيم قبل أي كلام الأموال الساخنة الموجودة في مصر هتبدأ تخرج بسرعة، والعائد هيبقى أقل جاذبية، وهيبقى في ضغط على الجنيه المصري، والسوق كله هيتوتر بشكل مش طبيعي. فال100 نقطة أساس دي كانت خطوة محسوبة لكن مش ضعف، بس في واجهتها ان هي حذر. طب ليه؟ طب ايه بقى وضع الدولار من القرار ده؟ خليني اقول لك كده بكل وضوح ان سعر الدولار حاليا في حدود ال 46.80 قرش لحد 47 جنيه تقريبا، يعني في الحدود دي. القرار ده لوحده مش كفيل ان هو يوقع الدولار او يرفعه فجأة، لكن المركزي ماشي بسياسة المرونة المضارة، يعني يبقى في عرض وطلب، هو ده الاساس، لكن تحت رقابه كامله. هل بقى الجنيه اتعزز في موقف زي ده؟ الاجابه بكل وضوح وشفافيه ايوه، الجنيه بدأ يتعزز نسبيا. لكن هل ده معناه ان الدولار انتهى؟ لا طبعا، الدولار هيفضل دولار. ولما تيجي تشوف بقى وتنتقل لملف صندوق النكد الدولي وعلاقته بمصر، ودي اهم نقطة، مصر منتظرة شريحتين من صندوق النكد الدولي بقيمة 2.5 مليار دولار. طول ما في المفاوضات ماشية، طول ما الصندوق راضي عن المسار، وده معناه ان في دعم احتياطي نقدي، دعم ثقة للأسواق، تقليل الضغط على الدولار. لكن لازم نفهم حاجة مهمة جدا، إن صندوق النكد مش جاي يديك فلوس ببلاش. كل شريحة وليها شروط، وكل قرار اقتصادي بيبقى تحت المراقبة. يعني هل الدولار ممكن ينزل أكتر؟ لو بصينا محليا مفيش ضغط تضخمي قوي حاليا، ومفيش قفزات مفاجئة على الطلب في الدولار، لكن
في التزام واضح ببرنامج الإصلاح وده بيدعم الاستقرار. لكن لو بصينا عالميا هنا بقى هنلاقي الصورة مختلفة تماما بالنسبة للدولار. يعني إيه اللي حصل يعني عالميا بالنسبة للدولار؟ خليني أقول لك إن العامل العالمي والخطر الحقيقي إن طبعا زي ما أنت عارف إن في توترات جيوسياسية وحروب تجارية واضطرابات في سلاسل الإمداد وقرارات مفاجئة من الفيدرالي الأمريكي. ولو الفيدرالي الأمريكي رفع الفايدة الدولار عالميا هيقوى. خلي بالك، لو الفيدرالي الأمريكي على الفايدة هتلاقي الدولار بيرتفع عالميا. ولو حصل توتر عالمي يبقى هنا حتى لو محليا الأمور هتبقى مستقرة. أما العامل الخارجي ممكن يقلب الطاولة، وزي ما انت عارف اللي احنا بنعيشه دلوقتي ملوش كتالوج. طيب سؤال هنا، هل الناس كلها كانت متوقعة او كانوا غلطانين في توقع البنك المركزي المصري؟ احنا كلنا كنا شايفين ان التخفيض التدريجي هو الانسب، واللي حصل فعلا هو اقرب سيناريو المحافظ. لكن السوق كان متحمس لخفض اكبر، بس البنك اختار الأمان بدل المغامرة، وده الوضع الحالي والمنطقي جدا. أما عن ملف الأموال الساخنة، القصة بقى اللي محدش بيحب يسمعها. الأموال الساخنة ده سلاح ذو حدين، بيدخل بسرعة وبيخرج أسرع. ولو العائد قل فجأة هيروح لبلد تانية اوتوماتيك، مش هيفكر حتى ان هو ياخد قرار. عشان كده البنك المركزي المصري خفض بحذر، وهو بالفعل عاوز يخفض العبء على الموازنة من غير ما يفتح باب خروج مفاجئ. أما السيناريوهات اللي جاية بقى، أولا كده وبسم الله الرحمن الرحيم، السيناريو الأول وهو الأقرب هو استقرار نسبي. يعني الدولار هيتحرك في نطاق محدود، واستقرار في سعر الجنيه، واستمرار البرنامج الإصلاح الاقتصادي. أما السيناريو الثاني اللي هو ضغط الخارجي، هتلاقي فيه قرار مفاجئ طالع من البنك المركزي الامريكي او الفيدرالي الامريكي، وهتلاقي على طول بعديها توتر عالمي وارتفاع في اسعار الدولار. اما السيناريو الثالث هتلاقي عندك تدفقات قويه، دخول استثمارات جديده، بيع اصول حكوميه، ودعم قوي للجنيه. الرساله الاهم ليك عزيزي المشاهد، خليني اقول لك ان كل القنوات على السوشيال ميديا وبالاخص على اليوتيوب هي قنوات تحليليه وليست قنوات دراسات استراتيجيه. يعني هو بيحلل لك وبيفكك لك المشهد الاقتصادي، بمعنى اليوم بيومه يعني. اما عن بقى مراكز الابحاث والشغل ده، الناس دي بتقول لك الزتونه هتيجي ازاي ومنين وموديه على فين. لكن القرار قرارك، سواء انت هتستثمر في دولار او في ذهب او عقار او حتى في اذون خزانه حكوميه مصريه. علشان كده عزيزي المشاهد، القرار الأول والأخير ده هيكون لحضرتك، لأن الاقتصاد مش معادلة ثابتة، هو متغير ومتغير يوميا. خلاصة المشهد يا عزيزي المشاهد، هل البنك المركزي هيكمل في سياسة التخفيض التدريجي، ولا ده كله مجرد اختبار للسوق؟ وهل الدولار فعلا هيفضل تحت السيطرة، ولا احنا قدام موجة عالمية جديدة هترفعه تاني؟ قول لي بقى رأيك في التعليقات تحت، وأفضل تعليقات للناس اللي فاهمة فعلا هنعرضها في الفيديو اللي جاي. وطبعا زي ما بقول لك كل مرة احنا بنقول الأسامي وبنستأذن الناس وبنقول له بنبلغه إن احنا هنعرض التعليق بتاعك. ده وصلت معايا لنهاية الفيديو، مش هوصيك بقى إنك تدعمني باللايك سبسكرايب والشير للفيديو، لأن طبعا ده بيدعمنا كتير جدا إن احنا نكمل في محتوى أقوى وحصري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.